ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد بعد هزيمة الاهلي امبارح 3-1 من طلائع الجيش، وقبليها من انبي. كلام كتير هنقوله، عبث كتير بنشوفه، درولة وهربلة وناس جديدة طالعة وناس جاية من بيتها تلعب ماتشات باسم النادي الاهلي. كلام كتير هنقوله. قبل اي كلام تنزل تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. تعالى نقولك ان ماتش الاهلي امبارح اللي خسرنا فيه 3-1 يدل على حاجة واحدة، ان انت ما عندكش قطاع ناشئين اصلا. كل دي لعيبة اكاديميات، كل دي لعيبة ناس جاية من مدرسة الكورة، من مدرسة الكورة. انزل الشارع، انزل الدورات الرمضانية اللي احنا بنشوفها اليومين دول، وبص على لعيبة الكورة اللي تستحق تجيبها عندك ناديك وتستثمر فيها فلوس وتطلع لك جيل محترم. انزل الشارع وبص، انزل الدورات الرمضانية وشوف، انزل مراكز الشباب اللي في الكرة وبص على لعيبة الكورة، وبص على لعيبة الكورة. يعني لما عندي مثلا 5-6 كشافين بيسرحوا في المراكز والدورات ويستدولي 3-4 لعيبة استفاد فيهم كقطاع ناشئين واستثمر فيهم فلوس يطلعوا لي جيل محترم. ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نعملش كده؟ لكن اللي احنا بنشوفه في قطاع ناشئين النادي الاهلي بيدل ان العيال دي بتاعت بابا وماما. العيال دي ابوها عنده عضوية في النادي الاهلي ب3-4 مليون جنيه، فابنه بيلعب في الناشئين عشان فلوسه. واسمك ايه يا ابني؟ انا بلعب في النادي الاهلي، وحط لي يلا في البايو بتاع الانستجرام فوتبولر ان كلاب اهلي اف سي، ويلا وهاتلي مش عارف مين يصورني بالتيشيرت وانا اهلاوي وابويا اهلاوي وتربيت في قطاع الناشئين الاهلاوي، وهو اصلا ما بيعرفش يباصي، وهو اصلا ما بيعرفش يجري بالكوره. العيال امبارح في الماتش اللي 2005، العيال ما عندهاش فكره يا جماعه. ليه يبقى قطاع ناشئيني بالمنظر ده؟ عارفين اللي من زمان العيال مش قطاع ناشئين وكل اللعيبه بيسرقها من الزمالك ومن الاسماعيلي. طب ليه ما نطورش من الكلام ده مجلس اداره محترم بيبص للمستقبل؟ ليه ما يبقاش عندي قطاع ناشئين ناجح؟ ليه ما يبقاش عندي قطاع ناشئين ناجح؟ في عبث في الناشئين من زمان اهو، بس دي مش مشكلتنا ولا دي قضيتنا اللي احنا هنتكلم عليها. كان كلام بس نفسي اقوله عشان انا كنت بلعب كرة وكنت بحس بالظلم، فكان لازم نشوف بقى اللعيبة اللي هي خدت فرص ناس تستحق تلعب، نبص بقى عليهم نلاقي المنظر ده، فانت من جواك بتتضايق كواحد كان بيلعب كرة ونفسه يلعب كرة. تاني حاجة، احنا ليه اصلا نلعب بالناشئين بطولة زي دي؟ مش دي برضه، مش دي المشكلة. احنا ليه اصلا نلعب البطولة دي؟ انت يا ابني مش قلت انك هتنسحب من الدوري؟ وكلنا طلعنا رغم ان القرار خاطئ في توقيت خاطئ في مباراة خاطئة تعمل فيها لقطة زي دي، بل تستغلها، وكلنا دعمناك ويلا بينا ومش هنروح والجمهور في صفك. لان لان القرار اصلا ما ينفعش نكون احنا فيه في صفك بس بقينا في صفك. طب ما تستغل الفرصة وتقشر عن انيابك وما تروحش كمان كاس العاصمة، وتبينهم انك ثابت على موقفك ومش هلعب اي بطولة انتوا عاملينها تحت نظامكم، مش هلعب اي بطولة تحت نظامكم، وما روحش وهم يخافوا وبرضو يتزاولوا. لكن تروح وتلعب بالمنظر ده يبقى تحترم الجمهور وما كنتش تروح.
يا اما تروح وتلعب راجل. ليه اصلا العب بالناشئين والعب بالعبث ده؟ ليه اصلا العب بالعبث ده؟ انا عندي ماتش مع الهلال، ليه ما لعبش الدكة بتاعتي اطلع منها كام فردة ممكن يساعدوني في اللي جاي؟ عندك دكة يعني اشرف داري ما تخلي عنده حساسية لعب، عمر الساعي كرشو دلدل الواد باظ، كولر بوظه. انا مش هلوم على الواد، كولر دمره ولسه هيتدمر. الواد ده لو ما فاقش الواد ده هيبوظ. قفشه، امام عاشور، بن شرقي، انزل الناس دي والعب بيها ماتش، اشوفهم، اعمل انسجام مع الفرقة. لكن العب 2005 واجيب واحد من اي مدرب يطلع يلعب عندنا ماتش مع طلائع الجيش، اطلع يلا هات فرقتك وتعالى، اطلع يلعب، نطلع نتهزق 3-1. يا شيخ اول دقيقة كرة ما فيهاش ركلة جزاء بجنيه اتحسبت ركلة جزاء، فانت ليه بتوجع قلب رغم انك عامل قلق بسبب التحكيم وعامل حوارات وبرضه بتظلم اهو؟ كلامك بتنفخ في قربة مخرومة، واهو ركلة جزاء مش ركلة جزاء واتحسبت عليك في اول فسوة في الماتش، اول فسوة. ليه الجعجعة وليه الحوارات اللي الاهلي عملها ديت على الفاضي؟ وانا بقولك وهقولك ان الاهلي مش هينسحب من الدوري وهيلعب غصب عنه، وكل اللي عمله ده هو لا حياة لمن تنادي، والتحكيم المصري هيفضل هو التحكيم المصري. انا هموت ولسه التحكيم زي ما هو. نرجع لماتش انبي. ماتش انبي انت كنتش بتلعب بناشئين، كنت بتلعب بناس بتاخد ملايين وخسرت. تلعب بناس بتاخد ملايين واستريوهات على الانستا وملايين واعلانات وفلوس ومش عارف تكسب انبي. القيمة التسويقية للتشكيلة اللي نزلت بتاعت الاهلي اضعاف خطة انبي كلها، ورغم كده خسرت. مفيش لاعب في مصر يطلع يقول انا عايز اكتر من 5 مليون جنيه وهو يستحقه، سواء اهلي او زمالك. والله العظيم ما في واحد بيلعب في الاهلي او الزمالك مصري يستحق اكتر من 5 مليون جنيه في الموسم. حاجة تاني، منظر. مش انا اللي مش بألف الكلام ده، انا عيني اللي بتشوف. مفيش حد يطلع يقولك انا عايز اكتر من 5 مليون جنيه. انت يا ابني بتلعب كورة في الاهلي او في الزمالك مش عشان انت موهوب وعندك موهبة، عشان احنا هنا ما عندناش نظام كورة ناجح، فبالتالي زرطت معاك لقيت نفسك بتلعب في الزمالك. اوعى تنغر في نفسك ولا تفكر نفسك انت لعيب كورة ولا موهوب ولا مفيش منك اتنين ولا من صغرك رونالدينهم. انت يا ابني عشان في نظام فاشل مش مهيأ يطلع لعيبة كورة بجد. لعيب الكورة ربنا خلقها وولدها، ربنا طرح فيهم الروح واداهم موهبة لعب الكورة فهيلعبوا كورة. انت بقى مش بتلعب كورة عشان ربنا اداك موهبة الكورة، لا انت بتلعب كورة عشان النظام فاشل، نظام الكورة فاشل في مصر، فالظروف اللي انت اتهيأت لك خلتك تلعب كورة. لكن لو النظام ناجح كان زمانك مدرس ألعاب في مدرسة ابتدائي.
فاي لعيب كرة يطلع يقول لك انا عايز وعايز واصل مش عارف مين بياخد كام. يا عم ده اكرم توفيق دلوقتي بقى يتكلم في فلوس. اكرم توفيق لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. عبث حصل، عمالين نطلع ندعم وخلاص. كل الدعم كل الدعم كل الدعم في قرارات كلها غلط. فهل الاهلي هيكمل في الكلام ده؟ هنشوف. كان معكم الزرزور، وانا اسف ان كل فيديو بطلع اصيح في الكرة المصرية، وكل فيديو بطلع اصيح وبجيبها من الاول قوي. برجع بيكم من الاول قوي من قطاع الناشئين من مدارس الكورة، وافضل اصيح من اول مدارس الكورة وقطاع الناشئين لحد ما بطلع بقى للكارثة، لحد ما بطلع للبلوى. البلوى دي ناتجة من اولها ده، فانا لازم اصيح من الاول لحد ما اشوف الاخر، عشان الاول كانت بداية للفساد ده. عايز تصلح الكورة في مصر ارجع لقطاع الناشئين، وده مش هيحصل. الى اللقاء في فيديوهات تانية، مع السلامة.